مين اللي عنده احطاء اغرب، بلوي ولا بيبا بيج؟ النهارده هنعرف. دلوقتي بقى الجد جاي. وطبعا يلا نبدأ مع بلوى. مع ان بلوى مسلسل شكله حلو جدا، بس برضه فيه شوية اخطاء صغيرة في التحريك. السينما المسكونة. في حلقة الأفلام لما بانديت وبلوي وبينجو اشتروا فشار وتذاكر، كان حيطان السينما لونها أحمر وفيه بوسترين نقدر نشوفهم بوضوح. وبعد كده لما خرجوا يجيبوا فشار تاني، الحيطة بقت بنفسجي والبوسترات اتغيروا تماماً. يعني السينما دي عندها حياة خاصة وبتجدد نفسها لوحدها. انت عارف ان الساحر الشاطر عمره ما بيكشف اسراره؟ بس استنوا، لأن تفاصيل التلاجة واليافطة اللي عليها $4 لسه زي ما هي، وده بيأكد إنه نفس المكان. الغريب إن في المشهد التاني ظهر يافطة تانية عليها $4 جوه التلاجة، ودي ما كانتش موجودة قبل كده. والإجابة بسيطة: عفاريت؟ اللعبة اللي بتختفي في المسافرون بحقائب الظهر. في حلقة المسافرون بحقائب الظهر، بانديت وتشيلي بيفتكروا شبابهم وهم شايلين بلوي وبينجو. قريب من رجلين بانديت وورديل تشيلي ممكن نشوف شوية لعب مرمية على الأرض. كل حاجة تمام لحد هنا، بس في المشهد اللي بعد كده اللعب اختفت تماماً، كأن حد سرقهم. يا سلام يا سلام، شكله في حد إيده خفيفة. البقعة اللي بتتغير عند بينجو وبلوي في نفس حلقة الرحالة لما بانديت خرج يشتري كرواسون. بقع بينجو كانت شكلها عادي، واحدة على راسها والتانية على ظهرها، بس لما بانديت طلع محفظته البقع اندمجت وبقت بقعة واحدة. يا حرام يا بينجو، أنا شايف إنه جالها دوخة من الأنيميا وعشان كده حتى البقعة اتحركت، بس أول ما الكاميرا بعدت البقعة رجعت تاني زي ما كانت. وكمان البقعة اللي على ظهر بلوي بتتغير مكانها بين المشاهد كأنها عايشة لوحدها. المقعد الشبح في البوستر فريسكي اتضايقت من العمراث وقررت تلغي الفرح. بعدت علشان تبقى لوحدها، وتشيلي مع البنات راحوا يواسوها. ولما الكاميرا بتبعد بيبان مقعد عليه كلب قاعد وشكله بياكل حاجة. وبعد شوية لما الكاميرا بتبعد تاني المقعد والكلب اختفوا خالص، كأن كان في كلب شبح بس. البقعة المتحركة في ترومبولين بلوى وبينجو بيلعبوا مع بانديت على الترومبولين. في لحظة لما بلوى بنط، البقعة اللي عادة بتكون على ظهرها بتظهر فجأة على بطنها، كأن البقعة قررت تنط معاها وفي السكة انتقلت لبطنها. مسكينة بلوى، واضح انها محتاجة صيانة كويسة. الشريط اللي بيختفي في حلقة خفاش الفاكهة. في الحلقة دي شيري كان بيلف الشريط على عصاية الهوكي بتاعته، وواضح انه لف عليها كذا لفة، بس لما بلوى دخلت المشهد الشريط أصفر واختفى تماما. ده حصل في لحظة، وده بيخلي الواحد يفكر ان تشيلي ممكن يخفي الحاجات زي الساحرة. التنظيف السحري في كعكة البط واحد من أكتر الأخطاء المضحكة في الخلفية، بيظهر في كعكة البط لما بانديت كان بيخبز الكعكة المشهورة. الرخامة اللي وراه كانت مكركبة خالص، مليانة دقيق وسكر وطاسات كتير، وفجأة في نص المشهد كل حاجة اتنضفت لوحدها كأنها حصلت بفرقعة صوابع ثانوس. مش أظن إن في شبح خدوم كده في البيت ده ولا إيه؟ بس ايه اخبار اخطاء بيبا بيج؟ كلنا بنتكلم عن بلوي، بس بيبا بيج ليها جانب مظلم برضه. يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. شخصيات بتتزحلق. بعد كده بيحصل حاجة شكلها غريب قوي. بيبا بتبدأ تتزحلق ناحية جورج كأن الأرضية عليها صابون. ومش كده وبس، بابا بيج والجد اللي عليه صابون كمان بيتزحلقوا، بس وهم قاعدين على الكراسي مش بيمشوا. وهنا لازم نقف شوية. بص كويس على المشهد، في طبقين متقدمين بس مفيش حد قاعد هناك. لمين القتل ده؟ لأشباح الجنينة؟ محدش عارف. السلطة المشكوك فيها بيقدموا لنا السلطة المشهورة اللي معمولة من طماطم وخس وخيار جدهم. وجورج لأول مرة في حياته عنده حق. دي مش سلطة، نص طماطم وحتة خيار وورقة خس من غير صوص، مش سلطة، دي دليل حزن صافي في طبق. الحاوية المختفية فجأة تلاحظ حاجة غريبة، شوكة بابا اختفت. يبقى السؤال المنطقي هو ازاي المفروض ياكل؟ وفجأة كأنها ساحرة بيبا طلعت شوكة من جيبها.
كأن عندها مخزون لا نهائي مفتوح في جيبها. الغلطة اللي تقريبا ما حدش بياخد باله منها. هنا جاي واحد جامد جدا. الطماطم ليها ظل بس فوق مش تحت. الطماطم دي مش محطوطة على الترابيزة، هي بتطفو روحيا. الشوكة داخلة في الوش. في لقطة تانية بيبا بتدخل الشوكة في شفايفها. طماطم جورج المعفنة. جورج بيكره الطماطم. تمام. طيب فين قطعة الطماطم التانية اللي كانت في طبقه؟ أكلها من غير ما ياخد باله ولا خباها؟ اتبخرت زي كل حاجة في المسلسل ده. الديناصور المقلوب. الجد بيج بيطلب من جورج يجرب الخس. دلوقتي الخس بقى ديناصور أكيد طبعا، بس الجد قلب الديناصور بالعكس بالنسبة لجورج. ليه كده؟ عشان ينبهر بيه ولا عشان يلخبطه ولا عشان يحرجه؟ نروح لحلقة تانية. بابا بيعلق لوحة. هنروح للحلقة اللي بعدها وبابا بيج قاعد بيقرأ جريدة وكل الكلام فيها خطوط بس. وفي اللي بعدها الجريدة اختفت تماما، ما سابهاش في أي مكان، ما طبقهاش ولا رماها، ببساطة مشي وخلاص. أدوات مش في مكانها. بابا بيج بيقول إنه محتاج شريط قياس وقلم رصاص. صندوق الأدوات قدام الكنبة على طول، واضح جدا، مستحيل ما يشوفوش. وبرضه الراجل بيتمد قدام كأن الصندوق وراه. يا الكنبة اتحركت لوحدها يا بابا. بيج مش عارف هو عايش في أي بعد. مسامير عددها بيتغير. دلوقتي محتاج شاكوش. بنبص على الحيطة، 5 مسامير، قطع. بنبص تاني، 4 مسامير، قطع تاني، 5 مسامير تاني. حتى التضخم مش بيتغير بالسرعة دي زي المسامير في البيت ده. الصورة اللي بتختفي. وخلي بالك هنا، الصورة اللي كانت متعلقة فوق وعلى شمال الكنبة اختفت تماماً. ما وقعتش ولا اتكسرت ولا حتى اتحركت، ببساطة بطلت تكون موجودة. الفتحة الغريبة في الحيطة. بابا بيج شال مسمار وفجأة وقع حوالي 10 طوب من الحيطة. 10 بمسمار واحد. بابا بيج طلع طوبة متشكلة كويس جدا شبه قطعة ليجو تقريبا، بس على الأرض في قطع طوب مكسورة. أمال جم منين؟ لغز محير. وبدل ما يستخدم الطوبة اللي معاه، بابا بيج قرر يجيب حوالي 17 طوبة، مع إنه محتاج بس 10 عشان يسد الفتحة. مش عارفين إذا كانت دي شغلانة مش كويسة ولا بابا بيج ما عداش مادة الرياضيات في المدرسة. فيزياء الجبس والدهان. الجبس بيبدأ ينتشر بطريقة سحرية حتى في أماكن عمرنا ما شفنا فيها قبل كده، والأسوأ من كده شكله بينتشر على الأرض كأنه كائن حي. الغريب إن الدهان فعلا بيشتغل بقوانين الفيزياء العادية. تنظيف معجزي ومسامير معاد استخدامها. بابا بيج بينظف كل حاجة والبيت بيبقى نظيف جدا. وعلى فكرة في معلومة غريبة، بيرجع يحط نفس المسمار اللي كان شاله، لأن بطريقة سحرية في تاني 5 مسامير باينين. ماما بيج دايما جاهزة. وأخيرا بتظهر ماما بيج ومعاها شاكوش ومسمار في ايدها. مفيش صندوق عدة قريب. الخلاصة ماما بيج دايما جاهزة. شاكوش ومسمار وصبر مالوش حدود عشان تعيش مع بابا بيج. يبقى مين اللي عنده أغرب الأخطاء؟ بيبا بيج اللي واقعيتها بايظة خالص، ولا بلوى للبقعة بتتحرك عليها؟ سيبوا رأيكم في التعليقات.